بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فاطمة خير نساء الأمة، من كل ذنب عصمت ووصمة. سلام الله عليها. قد فطمت عن الجحيم الحاطمة، شيعتها فسميت بفاطمة. وكان منها دون من عداها، من أهله نسل النبي طه. لولا علي لم يكن كفء لها، من آدم إلى أن الخلق انتهى. صل عليها، إن من صلى على فاطمة يغفر له ما فعلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يلحقه رب العلا امتنانا، بالمصطفى في الخلد حيث كان. لولا علي لم يكن كفء لها، من آدم إلى أن الخلق انتهى. قد بقيت بعد أبيها المصطفى، شهرا وعشرا فعلى الدنيا العفا. لا إله إلا الله. وقيل شهرين ونصف شهري، قد بقيت بعد أبيها الطهر. وقيل 90 من الأيام، و5 تكون بالتمام. هاي الرواية الأخيرة. ويل ويل لمن ماتت عليه غضبا، للمصطفى لم يرع حق القربى. شيخنا ما الذي جرى في دارها؟ قد هجموا عليها، قد روعوها وأخاف ابنيها. ولا تسلني خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. ومن نبوع الدم من ضلعيها، يعرف عظم ما جرى عليها. ومن سواد متنها اسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى. الله أكبر. أكمل. وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي. يا قلب ذوب وهل يا دمعي، على الصاحة يفض انكسار. ضلعي ضلعي قمت للباب، لكن ما علي حجاب. حسبي الرجس من صرت خلف الباب،
عصرني وازقط المحسن وثدي انعام. طبت دارها وظلت عليلة، جفنها من الولم ما غمض ليلة، تروح القبر ابوها وتشتكي له. ظلت توين والونة خفية، ويون يمها الحسن وحسين خيه. لما ندنت من عدها المنية، وصت تندفين بالليل الأظلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم من الأيام أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله تقول أنا قاعدة يم النبي روحي فداه، وإذا بالباب يطرق. التفت للنبي قال لي يا أم سلمة قومي وافتح الباب، فإن على الباب رجل نفسه نفسي، وروحه روحي، وحربه حربي، وسلمه سلمي. تقول أم سلمة قمت لأفتح الباب وأنا أكاد أن أعثر بمرطي، يعني بردائي، من الدهشة لأرى من على الباب. تقول فتحت الباب وإذا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على. تقول دخل سلم على النبي وجلس. التفت للنبي قال له يا علي ألك في التزويج رغبة؟ دنق الإمام حياء قال له شأنك يا رسول الله كيفك؟ فقال يا علي إن جبرائيل كان عندي آنفا، يعني قبلك، وهو يقول يا رسول الله إن الله يقرئك السلام، وهو يقول زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي، فإن الله زوجهما في السماء قبل 40 يوما. ثم دخل أمير المؤمنين عليه السلام، عفوا دخل النبي على الزهراء روحي فداها. أمير المؤمنين قدم مهر للزهراء 500 درهم. النبي صلى الله عليه وآله سأله قال له ما عندك من المهر يا علي؟ ايش عندك مهر؟ قال له والله يا رسول الله ما عندي إلا سيفي وفرسي ودرعي. فقال النبي روحي فداه السيف لا بد لك به، والفرس لا بد لك به، لكن اخرج وبع الدرع. طلع أمير المؤمنين عليه السلام ولما أعرابي قال له يا علي أتبيع هذا الدرع؟ قال نعم. قال له بكم؟ رواية ب400 درهم، رواية ب480 درهم. أخرج صرة قال فيها ما طلبت والدرع لك، فإنك تحتاجه وأنا لا أحتاجه. رجع أمير المؤمنين لازم الدرع والدراهم. استقبله النبي متبسم قال يا علي أعرفت الأعرابي الذي اشترى منك الدرع؟ قال له لا يا رسول الله. قال ذاك جبرائيل والدراهم من رب العزة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الزهراء قال بني أرضيت بعلي بعلا؟ قالت أبا رضيت لكن المهر قليل. هبط جبرائيل قال يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول اعط فاطمة الكوثر والسلسبيل في الجنة مهرا. أخبرها النبي قالت أبا رضيت لكن المهر قليل. نزل جبرائيل يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول اعط فاطمة ماء الفرات مهرا. ولذلك
الشيخ ابن العرندس الحلي يقول: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. قالت: أبا رضيت لكن المهر قليل. هبط جبرائيل قال: يا رسول الله، إن الله يقول: أنا أعلم ما تريد حبيبتي فاطمة. فاطمة لا تريد هذا، ولكنها تطلب الشفاعة لشيعتها يوم القيامة. أعطها ذلك. اللهم اجعلنا من شيعة الزهراء، اللهم اجعلنا ممن تشملهم شفاعة الزهراء. يدخل جابر الجعفي على الإمام الباقر عليه السلام، يقول له: سيدي، حدثني بحديث في فضل جدتك الزهراء عليه السلام، إن أنا حدثته لشيعتكم فرحوا بذلك واستروا. حدث الإمام بحديث الشفاعة، قال له: إذا كان يوم القيامة تقف جدتي على باب الجنة تلتفت يمينا وشمالا، يأتيها النداء: ما التفاتك وقد أمرنا بك إلى الجنة؟ تقول: إلهي سميتني فاطمة وفطمتني وشيعتي من النار، أريد أن يعرف قدر فاطمة هذا اليوم. عليكم السلام. يأتيها النداء: ارجعي إلى المحشر، انظري كل من أحبك خذي بيده وأدخليه إلى الجنة. يقول الإمام أبو جعفر صلوات الله عليه: ترجع جدتي فاطمة تلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. ذولا هم يجون يوقفون بباب الجنة، يلتفتون يمينا وشمالا، يأتيهم النداء: ما التفاتكم وقد تشفعت فيكم ابنة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. يقولوا له: إلهنا نريد أن يعرف قدرنا هذا اليوم. يأتيهم النداء: ارجعوا إلى المحشر، انظروا كل من أحبكم لحبكم لفاطمة، كل من أطعمكم وسقاكم لحبكم لفاطمة، خذوا بيده وأدخلوه إلى الجنة. الدور يقومون يشفعون. وهكذا نهاية الحديث يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام: فلا يبقى إلا كافر أو جاحد، نعوذ بالله. الكافر كافر بالله، والجاحد الذي جحد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء، اللهم اجعلنا ممن تشملهم شفاعة الزهراء ذلك اليوم. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خلوا من الذنب معصوما من الزلل، فليس ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين عليه. يقول صلى الله عليه وآله: أعطيت ثلاثا وعلي شاركني فيها. أعطيت لواء الحمد وعلي حامله، وأعطيت الكوثر وعلي ساقيه، وأعطيت الجنة والنار وعلي قسيمهما. يقول الشاعر: إمام يقول لنار الجحيم: خذي ذا إليك وهذا ذري.
يا حار همدان من يمت يرني. هاي الأبيات للسيد الحميري رحمه الله. السيد الحميري من فحول الشعراء. يقولون فرد يوم تعدى حمال بالكوفة شايل حمل ثقيل، قالوا له الشايل انت؟ قال ميميات السيد الحميري في مدح أمير المؤمنين عليه السلام. هذا ايش قد عنده شعر الرجل. وصلت بي المرحلة فد يوم كان يم والي الكوفة. والي الكوفة اطاه خلعة جديدة ملابس واطاه فرس، فوقف بنص الشارع قال اللي يجيب لي كرامة الأمير المؤمنين أنا ما ناظمها شعر أطيه الفرس وهاي الملابس. ايش قد ناظم شعر. اجا واحد قال له اكو كرامة. فد يوم أمير المؤمنين عليه السلام اجا يريد يلبس حذاءه الشريف، اجا طير بالعجل أخذ الحذاء فد مسافة قلبه ثم ذبه، طلع من عنده أفعى نعوذ بالله، فتحية مضمومة بالحذاء. فقال السيد الحميري صدق أنا مو ناظمها. ثم وخر هذه العباية المطهية الوالي والفرس قال له أخذن، وهو واقف سوى قصيدة نظم بها هاي الكرامة لأمير المؤمنين عليه السلام. مهم فالسيد الحميري ينظم حديث أمير المؤمنين مع الحارث الهمداني. يا حار همدان. حار هذه أعتذر من السادة العلماء يسموه ترخيم بالنداء، يحذفون الحرف الأخير مثل أفاطم، هي فاطمة لكن بالنداء ينحذف. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني طرفه وأعرفه بعينه واسمه وما فعلا. أقول للنار وهي توقد للعرض ذريه لا تقرب الرجلا، ذريه لا تقربيه إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. وأنت يا حار إن تمت ترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تحسبه في الحلاوة العسلا. السيد الحميري رحمه الله لما أدركته الوفاة على فراش الموت، شخصية معروفة ببغداد، اجوا يعودوه الفريقان، يعني شخصيات من الفريقين هم سنة هم شيعة. هو ونايم وقت الاحتضار نعوذ بالله طلعت فرد نكتة سوداء بوجهه، فلم تزل تتسع حتى طبقت وجهه سوادا والعياذ بالله. لكن خلاف شوية طلعت نكتة بيضاء في مكان تلك النكتة السوداء، فلم تزل تتسع حتى طبقت وجهه بياضا. اللهم صل. فهو على فراش الموت نظم ذن الأبيات ومات. كذب الزاعمون أن عليا لم ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفالي الإله عن سيئاتي. فابشروا اليوم أولياء علي وتولوا علي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات، ثم تشهد الشهادات الحق وقضى نحبه. رحمة الله على السيد الحميري. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام بالمدينة يكنى ابن مارد، يسأل الإمام يقول له يا ابن مارد من أين أقبلت؟ هذه جيتك منين؟ قال سيدي جئت من العراق ولم أزر قبر جدك علي بن أبي طالب. التفت للإمام قال له لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إلى وجهك، تروح للعراق مزور جدي؟ ثم أخذ الإمام يحدث فضل زيارة أمير المؤمنين إلى أن قال له يا ابن مارد إن النار لا تمس الأقدام التي زارت قبر جدي علي بن أبي طالب.
يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب. يا صاحب القبة البيضاء على النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. الناس يزورون أمير المؤمنين عليه السلام أحياء وأمواتا، وشاعرهم يقول: بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمي الجوار قليل. أمير المؤمنين عليه السلام حامل الجوار بأبي وأمي، ما استجار به أحد إلا وأجاره. هاي الليلة أول ليلة بالمجلس، طبعا الخطيب شيخ جعفر الوائلي الله يحفظه، لكن يوم صار عنده فد شغل فكلفني إن شاء الله من باكر هو يجي بعد 4 ليالي. الله يحفظ عمنا سيد علي والسادة آل الصراف جميعا، وإن شاء الله العايد الله بالخير في كل سنة وعام. الله يعمر هاي الحسينية ويرحم مؤسسيها، الله يرحم حج موسى فخر الدين، يرحم شيعة أمير المؤمنين إمامكم الصادق عليه السلام. يسأل واحد يقول له: أتجلسون وتتحدثون، تسوون مجالس؟ قال له: بلي سيدي. قال: فإن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. مجلس الزهراء هذا سيدة النساء بأبي وأمي بعد ما أكملت الخطبة الكبرى رجعت إلى أمير المؤمنين تقول له: يا ابن أبي طالب. الزهراء عمرها كله ما قايلة يا ابن أبي طالب، لو تقول له أبا الحسن، لو تقول له يا أمير المؤمنين، يا ابن العم. بهذا الموقف رادت تذكر تقول له: أبوك نصر أبي، أبو طالب نصرت للنبي صلى الله عليه وآله. شي يقول ابن أبي الحديد: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما. شخصيات إلها دورها في بناء الإسلام: أبو طالب عليه السلام، خديجة صلوات الله عليها، أمير المؤمنين بعد هذا هو اللي شيد الدين علي. فالزهراء تقول له: يا ابن أبي طالب، يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة، هذا يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، قد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي، حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها. ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى أبي عدواي إلى ربي. التفت لها أمير المؤمنين قال: نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة، فوالله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، بل الويل لشانئيك ومبغضيك. عظم الله أجورنا وأجوركم. الزهرة تخفي مصائبها عن علي، حتى يقولون إذا جلست بين يدي أمير المؤمنين تكسر جفن عينها لئلا يرى الإمام حمرة عينها. يوم من الأيام حانت منه التفاته وإذا عين فاطمة كعلقة من الدم. قالها: فاطمة، هذا من كثرة البكاء على أبيك. قالت: لا يا ابن العم، لكن أتذكر حينما أخرجوك من الدار خرجت خلفك أقوم مرة أقع أخرى أقول: قوم خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني
وراه طلعت ولو حزينة، لا ويا نصيحا ماخذينه من شافني المشرك بدينه، راد لي وسطر عيني بيمين. ألا شلت تلك اليد تقل ابويا آمر على عبده ضربني، بويا من ضربته للقاع عذبني، من الناس ما واحد حشمني، لا انكسر قلبه ولا رحمني. هيك ايام الزهرة على فراش الموت اجا امير المؤمنين يقل لها يا بعد الاشتهيسين، كسرت خاطري يا ام حسن وحسين، تقلب وقت غزل يا ضوى العين، خل ثوبي علي ليتوخر، تراني طاهرة ولو غسلتني، أريدك لا تجيز ضلعي ومتني، تراه يذوب قلبك لو شفتني، مكسور الضلع والمتن محمار، يقل لي الحل وصي وانا ارد اوصيك، خبر المصطفى بكل الجرى عليك، شي من عوج قومه من بواجيك، وشي قلبي مثل قلبك تمرمر. من بعد فاطمة الزهراء عليها السلام زينب تحملت المصائب، اللي يوقع بشدة يصيح يا علي يا علي لو تنفض تراب الضريح، تشوف زينب من يرجبوها وتطيح، نوبة تبكي ونوبة تلوع وتصيح، ونوبة تصفج وتخمش بخدودها، ماكو مجلس يعقد إلا وتحضر فاطمة عليها السلام، أنا الوالدة والقلب لهفان، أدور عزبني وين ما كان، ونوحا على ابن المات عطشان، لعبت عليه الخيل ميدان. اخواني، يستفاد من بعض الزيارات أن الخيل داست على الحسين حتى قبل ما ينقتل بأبي وأمي، تقول له زينب يوج عنك، أدر الحوافر يوج عنك، شسوي واشيل السحق عنك، يرحن يردن يدوسنك. هذا البيت صعب ما رحم ونك، أدر الشمر ما رحم ونك. لا إله إلا الله. تقول زينب لابن أمي اجيت بقلب هايم، وعلى وجهها لقيت عزين نايم، من رخصة السادة تدنيت وتولون شتايم، صاحت يا ناس درب المشرع منين، أنا بعيني لجيب الماي، لحسين عطشان أخي يا مسلمين. العدة حاجة
أنا مشيت بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة، اخت عباس جابوها أسيرة، ينشاف دليل بسيف جور الدهر، ينشاف والناظر يكتما بعد، ينشاف زينب طولها الماشان، ينشاف ترضى تروح للطاغي. أرد أقرأ ذن البيتين بثواب أمواتكم، بثواب سيد ماجد وحج موسى فخر الدين. زينب من رجعت للمدينة تلقاها زوجها ابن عمها بس مريض ما طلع الكربلة، قالها زينب احكي لي صار بيكم، صاحت يا ابن عمي بخرايب قعدونا، شتموا امنا وشتموا ابونا، وماتت بالخرابة بنيت اخونا. هذا البيت تطيح حقه. يا ابن عمي علي اعظم مهانة، طبت المجلس يزيد ومكانه، سوى ضرب راس الحسين، ضرب راس الحسين بخزرانه، نوب انحاض يا ويلي ونوب اعثر. سمع هذا عبد الله بن جعفر صاحب مضيف، قال عمي سدوا باب المضيف، صاح على العبد غلق الديوان، عيب على الهواشم وال عدنان، زينب سلبوها لزفيان. ثم أقبل محمد بن الحنفية تقول له والأخواي كتن الحزن يا محمد، والأخواي هضم يسعر بدلالي، والأخواي اجيتك لا ولد عندي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. يا الله، مجلس الحسين مجلس الزهراء عليه السلام، إن شاء الله الدعاء مستجاب. اللهم عجل لوليك الفرج في عافية، اللهم أعتق رقابنا من النار. السادة العلماء الفضلاء المشايخ الإخوة الحضور الكرام، اجعل أجرنا جميعا على الزهراء فاطمة. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اجعل بلدنا آمنا. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في مشارق أرضك ومغاربها. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. احفظ جناب السيد الجليل العلامة سيد علي الصراف، اللهم احفظه واحفظ ولده سيد حسين والسادة جميعا والحضور، واجعل هذه الحسينية عامرة بذكر سيد الشهداء إلى روح المرحوم آية الله السيد حمود الصراف، وإلى روح المرحوم المبرور العلامة السيد ماجد الصراف، وأموات السادة جميعا، وشيعة أمير المؤمنين، وإلى روح المرحوم حج موسى فخر الدين وأم البنين. الفاتحة مع الصلوات.